السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جبنا لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ هنستكمل باذن الله جولتنا في القاهرة، واللي هي النهارده هتكون ان شاء الله من مصر الجديدة ولحد المطرية، من ارقى الاحياء لحد الاحياء الشعبية. ومين ما سمعش عن المطرية؟ احنا كده في النزهة ان شاء الله جولتنا من النزهة في مصر الجديدة، ونعدي بقى على كذا منطقة من محافظات او من اماكن مصر الجديدة. يعني كل منطقة ليها اسم. وكمان سمعت ان مصر الجديدة اسمها هليوبوليس، فيها اماكن حلوة جدا ومعروفة. ونعدي باذن الله على سفير الميريلاند، والحد بقى مع مصر والحلمية، وبعد الحلمية التجنيد والمطرية. ان شاء الله هنشوف جولة كبيرة ان شاء الله تعجبكم. يا ريت متنساش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم جديد. واكتبوا لنا تحت في الكومنت حابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. كل مرة بروح فيها القاهرة بتعلم حاجة جديدة وبشوف مناطق جديدة، ويعني بستفاد بقى حاجة ما كنتش يعني اخده بالي منها. والمرة دي بقى بالذات اخدت بالي ان لازم علشان نعدي من منطقة لمنطقة نطلع كوبري. مش عارفة ده بجد في كل القاهرة ولا لا، بس ده كان في الجزء اللي احنا هنمر عليه النهاردة. طبعا خبرتي مش واسعة في موضوع القاهرة ده والطرق بتاعتها، وخصوصا ان هي ما شاء الله كبيرة متشعبة، ولكن بإذن الله اتمنى يوما ما ان اكون عارفة الطرق بتاعتها كويس. وكل حاجة مع الوقت ومع التعلم بإذن الله بتتعرف، يعني مش صعبة. وخصوصا ان في حاجات كتير بتسهل علينا لو عاوزين تتعلموا في طرق القاهرة، يبقى انسب حاجة المترو او الاتوبيسات النقل العام، لان الحاجات دي بتكون متحددة بمناطق فبتعرفوا بقى منها الطريق من خلالها. يعني اما لو هتركبوا تاكس او اوبر، انا جربت برضو دول بصراحة ما بستفدش اي حاجة، الا بقى لو هتقعدوا تسألوا الحد يعني اللي موجود معاكم عن الطرق، ويقعد بقى هو يكون صدره واسع كده ورحب ان هو يقعد يقول حاجة حاجة او منطقة منطقة واحنا هنا في كذا وكده. بالنسبة للمترو فبيكون ليه خريطة ومتوفرة في كل حتة في كل مكان على النت او هناك في محطات المترو. بالنسبة لأتوبيسات النقل العام برضو بيكون ليهم أرقام، وكل رقم بيكون معروف اتجاهاته، بيعدي على كذا وكذا وكذا وكذا. يعني سهل جدا ان انتوا تتعلموا الطرق هناك في القاهرة، ولكن طبعا هتاخد حبة وقت. عايز اقول لكم ان مصر الجديدة بس اللي احنا شايفينها قدامنا دي لوحدها حوار كبير جدا، لان مصر الجديدة بتعتبر اول مداخل القاهرة، واللي جاي من مطار القاهرة الدولي لازم يعدي عليها. يعني الناس اللي بتنزل من انحاء العالم كلها بتعدي ان شاء الله باذن الله على مصر الجديدة الاول، وبرضو بتعتبر مدخل اللي جاي من الاسماعيلية والسويس. ومصر الجديدة برضو اسمها هليوبوليس، ومعناها مدينة الشمس أو أون القديمة. وعموما هي بتكون في شرق القاهرة، وزي ما قلنا هي كذا منطقة في بعض متجمعين تحت مسمى مصر الجديدة: النزهة، ميدان هليوبوليس، ميدان صلاح الدين، ميدان سفير، وميدان المحكمة، وميدان الحجاز، وميدان الإسماعيلية، منشية البكري والكربة وكلية البنات والعروبة والشيراتون وسانت فاطمة والخليفة المأمون والميريلاند وروكسي، واخيرا ارض الجولف. او نسيت كمان الماظة وعبد الهادي بيك. طبعا كل الاسامي دي كلها انا ما سمعتش منهم، او يعني مش عارفه منهم غير اسمين ثلاثه، لكن ما شاء الله كم المناطق بس موجوده في مصر الجديده لوحدها، ما شاء الله يعني اللهم بارك. يخض. لو كنا نزلنا بالعربيه اعتقد ان احنا كنا هنكتشف القاهره افضل واحسن، ولكن لعله خير. يعني دايما برضو ركوب المواصلات بيعلمني اكتر، بالاضافه لان هي منطقه راقيه وفيها خدمات كلها متوفره، الا انها كمان فيها 7 قصور. مش بس كده، حتى الفسح والخروجات متوفرة فيها: حديقة الغابة، حديقة ميريلاند، وكمان ملاهي السندباد، نوادي، مساجد، مدارس، مستشفيات، كل حاجة ما شاء الله متوفرة. لو هنتكلم عن تاريخ القاهرة وتاريخ كل منطقة فيها بجد يبقى مش هنخلص، لأن كل منطقة بيكون ليها تسمية، والتسمية دي بترجع لأحداث وتاريخ. بما ان دراستي كانت كلها علمية، فالتاريخ ده كنت بعيدة عنه شوية او شويتين، فبإذن الله عاوزين برضو نرجع نهتم بجزء التاريخ. سيبكم بقى تستمتعوا بالطريق وتتفرجوا عليه وتشوفوا شارع او طريق جسر السويس بقى
ومنه للحلمية لحد ما نوصل للمطرية. نكسر يمين كده لو عاوزين ميدان لوكس وميدان الحجاز. سوق الحلمية بقى، الحلمية من الأماكن الحيوية، الناس تحس إن بداية وجود ناس كده في الشوارع.